اهلا بكم. من الحاجات اللطيفه في كره القدم المصريه ان الاحداث الدراميه اللي فيها غير مقتصره فقط على الاحداث اللي بتحصل جوه مثلا الماتشات، او حتى الصراعات ما بين الانديه وبعضها خارج الملعب، لكنها ممكن تمتد الى اشخاص لا علاقه لهم اصلا بالرياضه، او حتى اشخاص مثلا في الاعلام، انه مثلا تحصل صراعات معينه او اعلام يمشي او اعلام يقعد. فده بيخش في اطار الدراما اللي هي متعلقه بكره القدم المصريه. من الأخبار اللي كانت في إطار هذه الدراما والأخبار اللطيفة، يعني إن أنا قريت إنه في خبر إنه الإعلامي أحمد شوبير هيعود مرة أخرى للإعلام بعد ما توقف برنامجه، وإحنا مش فاهمين إيه الأسباب، من 3 شهور تقريبا. وخبر كده بسيط إنه هو هيرجع تاني، بس هيرجع بس أوديو، يعني هيرجع من خلال الإذاعة. وانا توقفت بصراحه عند هذا الخبر، مش عشان انت مثلا انت داخل تشوف الفيديو هتتوقع ان انا هتساءل هو احمد شوبير رجع ليه ولا احمد شوبير جه في ايه، ما اعرفش. لانه انا متوقف عند انه الحدث الرياضي في مصر حاليا، خاصه كره القدم طبعا وهي اللعبه الشعبيه الاولى، الحدث الرياضي حاليا هو في حاله احتكار، احتكار بالكاف. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في جهه واحده فقط، في جهه اعلاميه واحده فقط هي التي تحتكر الحدث الرياضي في مصر. هي في جهه واحده فقط هي ليها الحق انها تبث الاحداث الرياضه المصريه، خاصه طبعا اللي هي الماتشات المحليه لكره القدم اللي حصريا على قنواتها. والكيان ده هو كيان الشركه المتحده للاعلام. فيما قبل كان في قنوات مثلا زي الحياه، زي مش عارف دي ام سي، سي بي سي، زمان كان في مودرن ودريم، المحور، مش عارف ايه، كان في بيحصل حاله تنافس او بتحصل حاله مزايده على حقوق بس الدوري المصري. لكن بعد ما انشئ هذا الكيان، كيان المتحده، اولا تم ضم كل القنوات، او معظم القنوات الفضائيه زي الحياه والدي ام سي وسي بي سي واون، وتوقفت جميع البرامج حتى الرياضيه على هذه القنوات. وعملوا هم طبعا، يعني ممكن تقول لي والله من باب التركيز، يعني ان هم عايزين يركزوا في قناه واحده، لان هم عملوا قناه اسمها اون سبورت، وبعدين دخلت معاها قناه تايم، يعني القناه اللي عملوها كده في شهور وكده، وبعدين انضمت ليهم بقى اسمها اون تايم سبورت. مش موضوعنا دلوقتي، ده موضوع تاني محتاج يتحكي. لكن اوكي، في قناه واحده بس او قناتين، يعني اللي هي اون 1 واون سبورت 1 و2، هم بس اللي محتكرين البث، او مش محتكرين البث، هم بس اللي بيقدموا برامج رياضيه. تقول لي والله في برامج رياضيه في اماكن تانية على قنوات تانية، بس قنوات ضعيفه جدا، لان هم مش في ايديهم اهم حاجه الحدث الفيديو بتاع الماتش اللي هحلله او هتكلم عليه. وتم احتكار زي ما بقول ايه الحدث الرياضي نفسه. فلا تعجب انه الحقيقه نفسها اذا كنت بتدور عليها، هو احمد شوبير جه او ما جاش او قعد ولا ما قعدش ليه او مش ليه، لانها برضه مش هتطلع لك، لانه الحدث كله يعني مغيم عليه، او في جهه واحده بس هي اللي بتمتلكه، وما فيهاش حاجه تانية، محدش يقدر تاني، او محدش من حقه ان هو يتكلم تاني. في نقطة تانية مهمة جدا في هذه الحالة اللي احنا دخلنا فيها تقريبا من سنة 2018 أو 2017، بنتكلم تقريبا في 8 سنين أو 7 سنين حاجة زي كده. إنه أنت دلوقتي أوكي عملت الكيان بتاع المتحدة للإعلام ده، وماشي مفيش مشكلة يعني. لغيت كل البرامج الرياضية من كل القنوات، خليت بس عندك القناتين بتوع 1 و2، وجمعت اللي هم نجوم الإعلام الرياضي، تقريبا هم 4، يعني هم شوبير، وحتى كلهم تقريبا كانوا بيشتغلوا في قنوات منفصلة، لكن جمعتهم قلت لهم تعالوا يا جماعة يعني ايه ننضم للتجربة. حلو. شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي، ابراهيم فايق، وحتى المحللين نفسهم طبعا كلهم انضموا ليك، لان هم المكان اللي هو المكان الحصري اللي بتذاع من خلاله الماتشات. حلو. لكن دلوقتي برضو في نقطة مهمة جدا، إذا حصل أي خلاف لأي سبب، غير حتى الخلاف بتاع أحمد شوبير اللي حاصل ده، اللي احنا مش فاهمين أبعاده ولا فاهمين زي ما بيقولوا هو ليه وفين وإزاي، لكن لو حصل أي خلاف ما بين أي حد في القناة دي اللي هي قنوات أون دي اللي هي تبع المتحدة، لو حصل ان هو يعني حصل خلاف، او والله عايز اغير واروح لحاجة تانية او تجربة تانية، اروح فين؟ ايه تاني متاح حاليا في السوق المصري يخليني ان انا اقدم براحتي، او يخليني اقدم بامكانيات معينة؟ اعتقد انه مفيش، يعني مفيش قنوات تانية زي اقول ان القنوات التانية مثلا
الحياه مش عارف وسي بي سي ودي ام سي والكلام ده كله ما بيقدموش خلاص برامج رياضيه. وفي قنوات بقى غريبه كده مش عارف اس تي سي وال بي سي ومش عارف حاجات، في حاجات كده صراحه مش فاكر اسمها. طبعا فيها برامج رياضيه لكنها متعارضه على قد امكانياتهم، يعني ما فيش فيها حاجه يعني ايه تستحق الذكر قوي. لكنه في حاجه تانية هي اللي موجوده وفعلا انت ممكن تروح لها لو حصل اختلاف، وهي قناه ام بي سي. فاعتقد انه محتاجين نراجع نفسنا في هذه الحاله. والبديل اللي هو للاسف ما بقاش هو في غيره، اذا انت اختلفت مع كيان المتحده ما بقاش قدامك غير ام بي سي. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.